نجيب القلم الفلوماستر، نحط كده على النيش. لو قمت عاملين خط ضعيف، لا احنا واثقين في الليفه بتاعتنا، نحط خط كمان ونحط علامه كده كمان. هل يا ترى الليفه هتقدر تشيله ولا لا؟ هنبص كده مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا في رحمن سنتر، اهلا وسهلا بكم. لو عندنا طفل في البيت حب يطلع موهبته على الحيطه فرسم عليها، لو في بقعه جامده على الحيطه، على الارض، على اي حاجه في البيت، ترابيزه، سرير، سفره، اي حاجه من الحاجات ديت ومش عارفين نطلعها، ان شاء الله النهارده معانا الحل في الفيديو دوت. الليفه السحريه هي ليفه ممكن اي حد يفتكرها سفنجه بيضه وخلاص، يفتكرها سفنجة بيضة بتنضف وخلاص زي أي سفنجة، بس في الحقيقة هي مش سفنجة عادية، دي سفنجة فعلا سحرية، لأن هي بتنضف أي بقعة. وإن شاء الله في الفيديو دوت هنشوف مع بعض الفرق ما بينها وما بين الليفة العادية. يعني احنا كمان جايبين اللي هي الخشن اللي بسلك، المفروض اللي هي تنضف أكتر. وهنعمل بقعة بالقلم الفلوماستر اللي هو ما بيطلعش، هنشوف برضو مع بعض في التجربة. هنجربها على النيش اللي قدام حضراتكم دوت اهو، ابيض زي ما حضراتكم كده شايفين. وطبعا الحاجات الجميله اللي عند الرحمن سنتر، اللي هو التشكيل اي حد، اللي هو تشكيل العروسه كامل، يعني صيني، اركوبال، ميلامين، اركوبايركس. نبص كده مع بعض. نجيب القلم الفلوماستر، نحط كده على النيش. لو قمت عاملين خط ضعيف، لا احنا واثقين في الليفه بتاعتنا، نحط خط كمان ونحط علامه كده كمان. هل يا ترى الليفه هتقدر تشيله ولا لا؟ هنبص كده مع بعض اهي. نجيبه السفنجه العاديه، نحط في الميه اهي عشان محدش يقول ما حطيتش ميه، ونبدا نشيل وبنضغط جامد عشان ندي لها حقها في التجربه. يعني اهو بصوا، حتى هتلاقيها وسخت فوقيها، يعني هتلاقيها نقلت الحبر فوقيها، ما نضفتش اي حاجه. لو بصينا مع بعض على الليفه السحريه، هي دي ليفه احنا بنستخدمها يعني هنا عندنا اهي. نحط بقى على الحبر. بصوا اصلا، يعني احنا من غير ما نبدا في التجربه اهو اهو، وكمان هتشيل لنا الوساخه او الحبر اللي طلع بسبب التاني اهو. شايفين النظافه طبعا اهي. فالليفه السحريه ديت حل جميل قوي لاي بقعه على الحيطه، لحد رسم على الحيطه، طفل دخل مسك قلم وقعد يرسم، قعد يكتب. تنفع في المدرسه، طبعا المدرسه على الحيطان كلها بتبقى كتابه، بدل ما الشباب الصبح بياخدوا صنفره ويقعدوا يصنفروا في الحيطه، ممكن يجيبوا الليفه السحريه ديت، هتنفع برضو. شايفين اهي اهي، رجع جديد تاني، رجع جديد تاني. فطبعا الليفه السحريه ديت هي حل جميل قوي للبقع او الرسم على الحيطان. انتظرونا في تجارب اخرى، وعشان نعرف بيها الادوات المنزليه، وايه منها العملي والمفيد وايه منها اللي ملهوش لازمه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.